ازيك؟ تعرف ان كل فنجان قهوة بتشربه فيه سر مستخبي وانت متعرفوش؟ وانا النهارده جاي افتح لك ملفات البن الحقيقي واعرفك على 4 انواع محاصيل قليل جدا اللي يعرفهم صح. والنهارده هنبدأ باول نوع واقوى نوع فيهم وهو الارابيكا. الارابيكا اصلها من اثيوبيا، من منطقة اسمها كافا، ومن هناك انتشرت لليمن، ومن اليمن راحت للعالم كله، وعشان كده سموها ارابيكا لان انتشارها حصل عن طريق الجزيرة العربية واليمن. لو جيت بصيت على شكل حباية الارابيكا هتلاقيها طويلة شوية ومنحنية، وفي النص خط عامل شكل متموج قريب من حرف الاس، وكمان فيها 44 كروموسوم. ده يعني ان اصلها تقيل، وده بيديها قيمة وجودة اعلى. نيجي بقى للطعم. الارابيكا بتقدم نكهات زي الفاكهة والشوكولاتة وكراميل، وده بسبب الزيوت العطرية المميزة اللي فيها، وده غير انها بتحتوي على 15 ل 17% زيوت ومن 6 ل 9% سكريات. واما بقى مرارتها فبتكون قليلة شوية، ولكن الحمضية فيها اعلى شوية لكن لطيفة، لان نسبة حمض الكلوروجينيك فيها بيكون ما بين 6% ل 8%. ده غير ان البادي بتاعها بيجي من خفيف لوسط. واما عن زراعتها فهتلاقيها موجودة في اثيوبيا وكولومبيا والبرازيل وكوستاريكا، وبتحب تتزرع في اماكن عالية من 600 متر لحد 2400 متر فوق سطح البحر. واما بقى طول النبتة بيوصل ل 8 متر بالنمو الطبيعي من غير القص. وكمان بتتزرع في حرارة بتكون ما بين 15 ل 24 درجة مئوية، والجو يكون ثابت ورايق، وبتاخد وقت في الازهار والنضج من 6 ل 9 شهور، وبتوصل ساعات ل 11 شهر في المناطق الباردة. بس مشكلتها ان مقاومتها للآفات ضعيفة جدا، وعشان كده انتاجها مش سهل ولا رخيص. وبما ان جودتها عالية هتلاقي ان الارابيكا بتمثل من 60 ل 70% من انتاج البن في العالم، ونسبة الكافيين فيها قليلة وبيكون حوالي 1.2% بس. وبرضه الكريمة بتاعتها قليلة شوية لان نسبة الزيوت فيها عالية. طب ليه سعرها غالي؟ لانها جودتها عالية وانتاجها قليل وزراعتها صعبة. طيب الارابيكا مناسبة لمين؟ مناسبة للي بيحب طعم نضيف رايق ومتنوع، واحسن استخدام ليها بيكون في السبيشاليتي زي الكيميكس والفي 60 او لشوت اسبريسو ناعم وبتست محترم. الارابيكا باختصار هي الملكة، حباية ناعمة ورايقة وطعمها بيقدم نكهات بجد. ولو حابب تحتفظ بمعلوماتك عن الارابيكا هتلاقي لينك PDF في البايو في كل حاجة تخص بن الارابيكا. واما بقى عن الثلاث انواع التانيين فهتلاقيهم في فيديو تاني جاي ان شاء الله، وكمان هيكون في فيديو مقارنة بين كل الانواع. وبس كده، انا احمد ودي اروما. تابعني لو حابب تكون باريستا شاطر وتعرف اكتر عن القهوة ومجالاتها.